وكأنه مشهد نهاية العالم. الدمار الموجود هون بجنديرس بريف عفرين ما طبيعي، ما ممكن ينوصف بأي كلمة. عشرات الأبنية تهدمت على الأرض بشكل كامل، أكثر من 220 بناء وفق إحصائيات مجلس جنديرس المحلي تهدموا وصاروا على الأرض بشكل كامل. عدد الوفيات قارب ال 580 ضحية من المدنيين، عدد الجرحى فاق ال1000 جريح من المصابين. المصيبة الأكبر من هيك إنه في لسه مئات العوائل تحت الأنقاض عالقين، عم بتحول فرق الدفاع المدني لليوم الثالث على التوالي بجهود الإنقاذ اللي عم تبذلها. قبل شوي تم انتشال عائلي كانت على قيد الحياة بعد ما يقارب 60 ساعة عمل متواصل، ضلوا تحت الأنقاض ما يقارب 60 ساعة. قدروا عناصر الدفاع المدني يوصلوا لهم وطلعوا عائلة كاملة تحت الأنقاض. لسه في عوائل تحت الأنقاض عم نسمع صوتها، عم نسمع عنينا ومنا قدرانين نعمل لهم أي شيء مع الأسف. حتى هاي اللحظة ما وصل لأي حدا أي جهود دولية، ما وصل لأي فريق دولي. فرق عناصر الدفاع المدني وفرق الدفاع المدني عم تكرر تكرار طلب المساعدة الدولية، لأنه في مئات العوائل تحت الأنقاض ما حدا قدران يعمل لهم أي شيء. كل دول العالم المتحضرة وقت بصير عندها كوارث قد هاي الكارثة بيطلبوا مساعدة دولية، إلا سوريا المنكوبة لحد هاي اللحظة 3 أيام على الزلزال مئات العوائل لسه تحت الأنقاض، ما وصل ولا كرتونة معونة، ما وصل ولا فريق إنقاذ ليساعد هدول الناس. في عوائل عم نسمع صوتها، في أطفال عم نسمع صوتها تحت الأنقاض وما قادرين نعمل لهم شيء لأنه الكارثة كبيرة. 220 مبنى تهدموا، من وين بدهم يبلشوا عناصر الدفاع المدني ولا من وين؟ كارثة كبيرة يا جماعة ممكن تنوصف بأي كلمة. اضغطوا كلياتكم، من شان الله اضغطوا كلياتكم لمحاولة الضغط من أجل إدخال طواقم إنقاذ دولية بأسرع وقت. فيهم يدخلوهم بهليكوبتر هلا بأسرع وقت. هدول اللي تحت الأنقاض هن أرواح من دم، أرواح دم وبشر موجودين تحت الأنقاض. هدول أهلنا عم يستنونا ننقذهم. اقسم بالله حكوا لي بعض المدنيين انه الضحايا اللي تحت الأنقاض عم يستغيثوا، عم يقولوا مشان الله وصلوا لعنا. لازم نعمل لهم شيء، اي شيء شو من كان. ما طبيعي الخذلان اللي عم يعيشوه هدول الناس بهي الظروف. الامر لله يا شباب، الامر لله. الكارثه ما ممكن تنوصف باي كلمه. انا عاجز حرفيا على اني اوصف الكارثه اللي عم تصير بجنديرس، ما طبيعي.